وهذا نصر من الله تعالى. كبروا يا أخوان، كبروا. هذا هبداوي والله. أنا دخلت، الحمد لله كثيرا، أنا دخلت، الحمد لله، الله أكبر، اللهم لك الحمد. دخلت بحساب آخر والله، وجدت هذا الأمر وفتحت لايف حتى أقول لكم يا أخوان لا تصعدون، لا تصعدون. وما كنت أعلم أن شعيب جزاه الله خير صعد وجلد هذا شيخ الغفر هبداوي. وكنت أبي أنبهكم إن حنا ختمنا على رقبته بالرصاص، وأن لا تعيدون له شريان الحياة. أما طالما هذا الذي حدث، اللهم لك الحمد، وهذا نصر مؤزر من الله تعالى. وكون الإخوان كلهم موجودين، فقط توجيه بسيط لإخواني وأنا أصغركم. الآن إخوان، سيتوجه دكتور شعيب إلى بث محايد جديد. أرجو من الأخوة رجاء ثم رجاء، نروح مع شعيب مناصرين في التعليقات في الدعم، ولكن لا تصعدون في هذا البث، لأن أي بث نصعد فيه وتكثر عليه الرجل يشرونه الرافضة، وزي بث ناسف هذا اللي حصل. فأخوان، أنا ما راح أتكلم عن أي بث ولا راح أتكلم، ولكن هذا تنويه لإخواني. أرجوكم دعوا الحوار لأهله ولا تذلوا أنفسكم. روحوا بثوث أخرى حاوروا فيها أي شيء، ولكن الخطط اللي نرسمه أرجوكم لا تهدمونها. والآن جزاك الله خير يا شعيب أنك أدبت هذا الوسخ هاشم هبداوي اللي كان فاتح صدره وينزل في الأخوة ويشتم فيهم. يا ناصبة، أنت الناصبي القذر يا هاشم هبداوي. والآن اعرف حجمك هنا أمام أسيادك العثمانية، اعرف حجمك. أيوة، اعرف من تطلب للمناظرة. ولا قصور بإخواني كلهم، جزاك الله خير يا شعيب. ولكن مش الآن ننتقل للبث الآخر خطاب، لعله في آخر الليل ممكن، بس الآن أنا في لا 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 لا, لا ليس اليوم. نعم. ليس اليوم، أنا فقط تنويه. أنا سأبلغ أيوة مستقبلا. نعم. أيوة. نعم. أيوة. ندرس الموضوع إن شاء الله. نعم. حياك الله أبو عثمان. مرحبا الشيخ، حياك الله. كفو شعيب. واحنا طبعا ما تاخذنا شكه فيك ولا باخواننا الموجودين، ولكن اثني على كلام اخوي خطاب ان عندما يخرج او يصعد شعيب او اي اخ اموي محاور ويجلد من امامه، لا تصعد وراه. هذه كم مره قلناها، لا تصعدون وراهم تعطونهم قبله الحياه، خلوه ميت في ارضه. ابو عثمان انقطع الصوت شباب. نعم. من نزل لوحده ولا احد نزله؟ انت نزلت يا خالد؟ مرحبا. لا والله ماني عارف. مرحبا ابو عثمان. المهم ما عليك. فهذه الامور يا جماعه انتبهوا له، انتبهوا. اذا طلع شعيب او احد من الاخوه وجلد اللي امامه، لا تبرد عليه، اتركوهم في حرتهم، خلي يموتون في ارضهم، لا تحيونهم. وهذا نبهنا عليه كذا مره. خلاص اضحكوا عليهم تحت بالتكس، اكتبوا اللي تبونه، ولكن لا تصعدون عندهم، خلوه ميت في حرته وينقر. وهذا هنداوي انا من قبل سنه قلت للاخوان هذا اسماعيلي، حتى اللبس اللي يلبسه لبس الاسماعيليه في الجنوب في المملكه انا اعرف. فلا تعتقدون انه سني، هو مثل ما قال اخوي شعيب، هو يرمي الى تكذيب ام المؤمنين، حاشاه تكذيب ام المؤمنين. ومحمد بن بكر حتى هو ليس بصحابي اصلا، وهو يدافع عن محمد بن بكر لانه من قتله عثمان، وهم يكرهون عثمان. العبابسه يكرهون عثمان 1000 مره ردين، هم يفضلون علي على عثمان، ولكن لا يصرحون بذلك. جزاك الله خير يا اخوي شعيب، وارجو من الاخوه التزام بهذه الامور. لا ليس فقط هذا ابو عثمان، هو اصلا يقول، قالها اليوم بدرس قاطع، قال اتحداكم ان طلحه والزبير وام المؤمنين عائشه يعرفون اسم واحد من قتله عثمان، واحد فقط. ردوا عليه قالوا له طيب، اللي قبلي يعني، قالوا له طيب اذا هم ما يعرفون قتله عثمان كيف ذهبوا واقتصوا من 600؟ هل ال 600 هؤلاء ابرياء؟ كان واضح ولا انا اكلم نفسي؟ تفضل يا اخوان. الان تسمعوني؟ ايوه يا خالد نسمعك. ايوه ايوه انا تسمعوني؟ صوت واضح. ايوه صوتك واضح. ايوه. فقال انا اتحداكم انه طلحه او الزبير او عائشه يعرفون اسم واحد فقط من قتله عثمان، واحد فقط. قالوا له الذين صعدوا قبلي، قالوا له طيب لماذا اقتصوا من 600؟ هل ال 600 هؤلاء ابرياء الذين اقتصوا منهم طلحه والزبير في الزابوقه في البصره قبل الجمل؟
ال600 الذين اقتصوا منهم طلحة والزبير، هل هؤلاء أبرياء؟ هل الصحابة طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة قتلوا ناس أبرياء؟ تخيل إيش قال؟ قالوا اجتهدوا وإذا أصابوا لهم أجران وإذا أخطأوا لهم أجر. تخيل، يقول لك أم المؤمنين عائشة طلحة والزبير قتلوا 600 اجتهادا، ما ندري والله يمشي. طيب يعني لعبا في والغطاء معناتها والدماء في اجر، معناتها لو انسان معناتها ايوه في الدماء له اجر سبحان خلاص الله. دعوه يكمل خلاص. دعوه يكمل. اذا لا خلوا شباب، يعني خلاص الحمد لله الان اي واحد يستطيع ينزل الشارع ومعه سلاح ويذهب يقتل في الناس ويقول انا مش خير من طلحه والزبير. يا حبيبي طلحه والزبير مشوا في الشوارع واجتهدوا قتلوا البشر، يلا نمشي ننزل نكون لنا ميليشيات ونذهب نقتل العباد، كل واحد وجدنا نجتهد ونذبح الناس. هؤلاء صاحين، هؤلاء صاحين. هل هناك اجتهاد في الدماء؟ شفت لك بشر يقتل الناس، شفت لك دين يبيح القتل بالاجتهاد؟ أنت تقول، هو يقول بدرس قاطع أتحدى أن طلحة والزبير يعرفون اسم واحد. يعني طلحة والزبير يعني يريد أيضا يوصل لك، تسمعون صوتي واضح صح؟ واضح أخي شوي. واضح ايوه واضح. صوتي واضح. شوف النت عندك يا خال، انزل واصعد يا خال، انزل واصعد، يمكن النت عندك. ايوه اكمل يا شايب. ايوه يريدون ان يوصلوا، ان يوصل لكم ايضا، يريد ان يوصل لكم ايضا مسج خفي. ايش هذا المسج؟ انه طلحة والزبير قتلوا الناس بلا حجة. فهمتم؟ فهم عقلك الباطني، فهم ولا ما فهم؟ هو يريد يوصل لك الكلام هذا الباطني الرافضي يريد أن يوصل لعقلك الباطني أي أنه طلحة والزبير أقسم بالله ما عندهم اسم واحد من قتلة عثمان، وال600 اللي قتلوهم في البصرة هؤلاء كلهم كذا بالاجتهاد. اجتهاد يعني إيه؟ يعني قتلوا الناس من غير دليل. هو يريد أن يوصل أقسم بالله بموافقة رسائل خطيرة يريد أن يوصلها الرجل، يضرب من تحت الحزام. ها؟ ايش؟ يعني أيوة. يريد ان يبلغ ان ايوه الرجل يضرب من تحت الحزام، يعطيك رسائل وانت افهمها. ام المؤمنين سمت القتله، اصلا ام المؤمنين ما شهدت الحادثه. شوف انا ما اعرف الصوت عندي ولا عنده يقطع. لا صوتك واضح يا اخي سعيد، صوتك واضح. شعيب عنده مشكله في النت. والله ما اعرف، انا صوتي غير واضح ولا صوت الشحراوي النت مشكله من عنده، ما اعرف. واصل. صوتك واضح يا اخي شعيب، صوتك واضح، لكن عندك النت بيروح وبيجي، انت عندك لكن صوتك واضح الحمد لله. يا خطاب تسمعني؟ لانه الاخ الصحراوي جالس يتداخل وكانه عنده تاخير او انا عندي تاخير، ما اعرف. طيب اخوان خلوا شعيب ينهي. صوتك واضح يا شعيب، نسمعك، صوتك واضح. قولوا احسن. ايوه فالمهم انه اقول لكم الشاهد انه يوصل رسائل باطنيه خطيره جدا. يريدنا ان نؤمن بان طلحه والزبير وام المؤمنين قتلوا ناس ظلما. حبيبي خطاب الصوت بتاخر لما يوصل لشعيب، عشان هيك هو بسكت. الانترنت عند شعيب ضعيف اعتقد. كيف عنده شلطين، يعني لما تشوف العلامات الانترنت ناقصه جدا يعني. بربي يسمع، نستغل الفرصه من ابو شعيب عاد نحب نسلم على الصحراوي. شنو احوالك يا سي الصحراوي، كيف حالك؟ والله تمام الحمد لله رب العالمين. كيف حالك انت وش الان صوتي واضح الان؟ صوت واضح. ايوه الحين واضح يا شعيب، واضح الحين. ايوه انا الشاهد اختصر لكم، اترك لكم المجال. الرجل يريد ان يمرر رسائل خطيره جدا باطنيه يفهمها العقل الباطني المسلم، انه يريد ان يوصل رسائل. يا جماعه طلحه والزبير ذهبوا البصره وما عندهم اسم واحد من قتله عثمان، يعني 600 الذين اقتصوا منهم طلحه والزبير قتلوهم ظلما بالشارع هكذا بلطجه. هو يريد ان يقول لكم ان طلحه والزبير وام المؤمنين عائشه حاشاهم رضي الله عنهم بلطجيه، لكن لا يريد ان يصرح، يريدك ان تفهمها لوحدك.
فيتحجج يقول لك اجتهدوا. ما في اجتهاد في الدماء، ما في. أنا ما عندي اسم القتلة، كيف أمشي في الشارع وأقتل الناس؟ هذا كلام ماخذ خيره، هذا كلام يضحك عليك المجانين، حتى المجانين تضحك عليك. ما في اسمه أنا ما أعرف قاتل أروح أقتل. تقتل مين؟ أنت ما تعرف تقتل مين. إذا ما في رواية تقتل مين؟ أتحدى أنه طلحة والزبير يعرفوا واحد من قتلة عثمان. خلاص إذا يلزمك هذا أن تقول أن طلحة والزبير قتلوا الناس بلطجة وظلما، ظلما واعتداء. يلا اثبت أنهم قتل الآن، يلا هذا يلزمك، هذا يلزم. أنت تلزم نفسك، أنت تخنق نفسك يا هاشم هبداوي أيها الرافضي الوسخ المجوسي الذي يتهم أم المؤمنين بأنها قاتلة تقتل الناس ظلما، وتتهم طلحة بأنه قاتل مجرم يقتل الناس ظلما، وتتهم الزبير بأنه قاتل مجرم يقتل الناس ظلما. أنت ما تعرف مآل كلامك هذا يا غبي؟ ما تعرف أنه كلامك هذا سوف يستغلوه الرافضة يا أحمق يا أهبل؟ ما تعرف كلامك هذا سوف يكون سلاح مسلط على رقبتك. كيف سيقول لك الرافضة؟ سوف يقول لك الرافضة هذا أنت تتهم الصحابة أنهم ظلموا عباد وقتلوهم ظلما في البصرة، لكنك أحمق عمت عيونك الأهواء والضلالة والدفاع عن قتلة عثمان أيها القذر، والطعن بالصحابة. استمرأت الطعن بالصحابة من مناقشتك للرافضة، صارت عندك استمرأت التجاوز على أم المؤمنين يا نذل. ولذلك هؤلاء يجب أن يضربوا بالنعال، لا تظهر إذا كنت غير متمكن وما تستطيع تفرض وجودك في بث من البثوث. لا تدخل وتناظر هؤلاء إلا أن تفرض وجودك وتفرض احترامك، تدخل مشرف هنا، ادخل وادعسه بالجزمة. وهذا الذي فعلناه بهبداوي السافل هذا الرافضي الذي تجاوز على أم المؤمنين عائشة وزعم أنها تكذب والعياذ بالله، وحاشاها قال أنها غير متواجدة في المدينة يوم مقتل عثمان. فإيش عرفها بأسماء القتلة؟ يعني تكذب. هو يريد أن يوصل هذه الرسالة إلى الناس. يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت مجرد أنها تكذب والعياذ بالله. أستغفر الله من قوله هذا. تفضلوا يا إخوة، تفضلوا. يا أخي شعيب أغوتهم الانتصارات الشخصية، أنا اللي ملاحظه، لأنه مستحيل يعني أنا أقول له لكن ليش خرجوا، يطلع يقول لي هو اجتهدوا. ما بيعرفوا القتلة إن خرجوا يخبطوا بالناس على الماشي. أنا صراحة كنت بدي سبه للأمانة، لكن مالكت أعصابي ونزلت من البث. سمعتك هو نزلك، نعم، تجاوز عليك ونزلك، نعم. هو نزل أخونا ولعنوا وسبوا وشتموا. يا دكتور شعيب، الآن خرجوا من جحورهم وأخفوا التقية. ويعني أنا سمعت أكثر من شيخ أزهري، والله أكثر من شيخ، يقول أنا سني 12. آخرهم أول أمس وأنا داخل بالقدرا كده على التيك توك، لقيت واحد اسمه الصقر الفاطمي عمال يبكي لا أقدم أحدا على آل البيت. المهم أنا مش راضي صعد حد، مصعد واحد كده من حجته ضعيفة، فقعدت اكتب له في التعليقات انا مصري مثلك صعدني، انا مصري مثلك فصعدني. فقلت له طب استحملني كده اخلص فكرتي 5 دقائق. قال لي اتفضل. شرحت له فكرة اهل البيت انهن النساء زوجة ابراهيم في الايات الثلاثة، يعني اهل البيت زوجة ابراهيم، اهل بيت ام موسى، اهل البيت نساء النبي. وقلت له ان كلمة اهل البيت لا يقول بها عارف بالدين ولا بالشرع وانها كلمة طارئة. وسأل عن طب لماذا استخدم الجمع، وقلت له مراعاة لللفظ، وجبت له آية ولما هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا نعم. فقال لأهله. سمعت نعم. حوارك كاملا معه، بارك الله فيك، والله يا دكتورة فلش صدري، ما شاء الله عليك. سمعت حوارك كاملا معه، حتى في النهاية تجاوز على ابن تيمية ونزله. نعم قال لا ابن تيمية وقال أنا رقاصة. نعم. فأنا ونزلني كتبت له في نعم استغفر الله. لا أحاور لعانا ولا رقاصة. وقال على نفسه أنا رقاصة. نعم. أخي مصطفى شيء طبيعي أن تجد يقول لك أنا سني 12، حينما تجد بين ظفرين سني ويؤمن بالأحاديث المدسوسة من حديث الكساء
مدينة العلم وأنا رسول الله مدينة العلم أنا مدينة العلم وعلي بابها والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. لما تجد هذه الخزعبلات وهذه المدسوسات يؤمن بها، شيء طبيعي أن يكون سني 12، لأن الشيعة تستمد القوة متاعها من هذه الأحاديث المدسوسة. لو أبطلت هذه الأحاديث وبينت بطلانها للناس لم يبقى لهم شيء يستندون عليه. إمام المسجد عندنا لما سألته عن إسلام علي بن أبي طالب في مكة، فالرجل يعني ثار: يا أخي يا أستاذ مصطفى، لماذا تجعل الناس يظنون فيك أنك تبغض علي؟ فقلت: يا أخي أنا أبغض، أنا أريد أن أتعلم منك. فالرجل ماذا قال؟ قال: في مسجدنا اسأل الناس الجالسين أمام المسجد، اسأل الكبار السن غير المتعلمين من أفضل الناس، سيقولون أبو بكر. أين نحن من التشيع؟ التشيع بعيد عننا، وحد في بلدنا يتشيع. قلت له: يا أخي ده تونس كلها تشيعت. معذرة على أهل تونس، أنا بقول على يعني الأمر ليس بالإشكال، يعني قل ما تريد، ليس بالإشكال، لا يغضبنا. فأنا انظر ماذا رأى. هو الرجل يقول نحن بعيدين، فهو لما في الآخر أردت أن أثبت له أنه شيعي وهو لا يعرف، سألته سؤال، قلت له: لو كنت زمن حسين ويزيد تبقى مع مين؟ على طول قال: مع حسين. قلت له: خالفت إجماع الصحابة. فالرجل هو نفسه شيعي، الذي يقول لك احنا بعيدين عن التشيع والناس بعيدة على التشيع ولا يخشى عنها التشيع، هو نفسه شيعي ولا يعرف. من أيد الحسين؟ الحسين لم يدعوه ولم يؤيده حتى ولا واحد من بني هاشم. فهو السؤال، أنا نفس السؤال ده يتسأل لأي حد: إذا كنت زمن النبي، زمن يزيد ومعاوية، تكون مع من؟ على طول هقول لك حسين. قل له: خالفت إجماع الصحابة وخالفت بني هاشم جميعا واتبعت أهل الفتن. هذا سؤال محوري في حواراتنا مع اخواتنا من اهل الذين يقولون انهم نعم اهل السنه والجماعه، سنه المتوكل العباسي وجماعه الفرق التي كانت في زمن المتوكل. للعلم في اجماع هم بعيدين عنه برضه، اللي هو اجماع صفين. احنا يمثلنا اجماع صفين الذي حضره الصحابه، ويمثلنا اجماع الصحابه في بيعه يزيد، لكن اجماع علماء العباسيين بالترغيب والترهيب هذا لا يمثلنا. ايوه تفضل يا ساري. احسنت يا استاذ مصطفى، بارك الله فيك، اجدت وافقت. تفضل دكتور ساري. اهلا ومرحبا، حياك الله. حياكم يا مرحبا. حياكم الله. تعرف يا اخي شعيب، انت لو ما فعلت اللي ما فعلته يعني لاصابتني يعني مايوكارديال فراكشن، يعني كان يمكن اصب بجلطه قلبيه. لو يعني انت اللي بردت على قلبي يعني صراحه، يعني لاني انا صعدت، انا اريد ان احاول وابين عورته الفكريه العقليه، انه هذا شخص متخلف يضحك على المساكين الموجودين. قال لي: يا كلب نزلني. انا ما اتحدث بشيء، لسه والله لم اتحدث بشيء نهائيا، ما عملت اي شيء. قال لي: يا كلب انزل. ما عملت شيء، حتى بدايه حوار لم ابدا. على كل حال يعني هذا احنا رايناه، هذا المعتوه الاحمق كيف كان يقف، يعني مثل الشخص اللي يقف فوق الوقائع ثم يصرخ مثل الدجال المخادع. دوني روايه صحيحه انه عائشه وطلحه والزبير كانوا يعرفوا اسماء قتله عثمان، وعاوز يمكن اشكالهم والوان عيونهم وطولهم وعرضهم وكل واحد. وكأنه المدينة يومها عنده بالنسبة له مدينة عصرية حديثة فيها كاميرات وفيها أرشيف بصمات، وكأنه القتلة المجرمين كانوا يتحركوا ببطاقات تعريف معلقة فوق رقابهم. مجنون متخلف، هذا مو طلب، هذا احتيال عقلي يراد فيه تمزيق الحدث حتى يفقد معناه. الوقائع الكبرى لا تحتاج دائما إلى راوي يقف في منتصف جحيم المعركة أو جحيم النار. أحيانا يكون الحدث نفسه أضخم من الرواية، الحدث نفسه قد يكون أضخم من الأسانيد كلها، حتى قد يكون ممكن والله يا إخوان أنه الحدث قد يكون أنه أفصح من 1000 مقال. عثمان قتل، المدينة فجرت، الصحابة اضطربوا، خرجت عائشة وطلحة الزبير يطالبون بالإعدام هؤلاء القتلة، وصارت الجمل وانقسمت الأمة بالسيف لحتى اليوم. فأي دليل بعد هذا يريد هذا الحمار
الجمل نفسها شهادة تاريخية تمشي على قدمين. الجمل نفسه، الناس يعني لما راحوا الجبل، الناس هذه ما كانت تحمل سيوف وتخوض بحار من الدماء لأجل قاتل مجهول سقط من السماء ثم اختفى كالدخان. معقول هاي ناس مجانين؟ يعني هؤلاء الصحابة راحوا يقاتلوا شخص مجهول، الجماعة مجهولين نزلوا لنا من السماء واختفوا مثل الدخان. فوجود المعركة بحد ذاته برهان على أن القوم كانوا يعلمون أن هناك قتلة عثمان موجودين داخل المشهد، كانوا موجودين بالصفوف، كانوا يحمون أنفسهم بجيش علي معكم. لكن هذا الخبيث هذا يريد أن يقتل المنطق ذاته، يريد أن يجعل التاريخ كله رهينة ورقة مفقودة اللي فيها أسماء القتلة. شوفوا تخيلوا التاريخ الإنساني كله هذا يريد أن يجعله كله رهينة ورقة مفقودة ولا نص ولا سند ناقص. يعني إذا لم يعني يقول، وكأنه يقول لك إذا لم يجد الناس رواية تصف لون عين القتل وعدد أنفاسه، فإذا أنت ما جبتش حاجة، أنت جبت حاجة اللي بعده نكست اللي بعده. هذا أخبث أنواع السوء، لا أريد أن أقول تدليس، هذا أقل من أن يوصف حتى بمدلس. أنت تستغل الواقع الهائل إلى فجوة، إلى نص من رواية صغيرة، ثم تقدم لي هذا النص من الرواية حتى تبتلع الحدث بشكل كامل. يا حمار، ليس أجلكم الله آسف يا أحمق، ليس كل ما يعني ليس كل ما لم يروى معدوم. ولا أنا لو بدي أمشي على عقليتك الغبية هذه لأصبح 90% من التاريخ الإنساني انهيار تام، الانهار. أصلا أحيانا تكون نتائج الحدث أبلغ من وصف الحدث نفسه، تكون أثاره أعظم من الكلمات اللي نقلت عنه. لكن هؤلاء القوم لا يفهمون، لا يفقهون. يعني يا إخواني بالله عليكم، هذا الزلزال يعني يحتاج إلى رواية لتأكد أنه وقع. يكفيك الخراب الممتد أمام عيونك. اللهم يا رب يا الله أهلكك اليوم، مثل ما طعنت في أم المؤمنين وطلحة والزبير، تقول عن الزبير أن قتله له أجرين في مقتل الزبير وله أجرين في يعني عنده 4 أجور، أجرين في مقتل الزبير وأجرين في مقتل طلحة. هذا أي شخص يقتل الزبير له أجرين، واللي يقتل طلحة له أجرين. يا أخي حادثة عثمان ما كانت حادثة عابرة تحتاج إلى شاهد حتى يوصف لك هيئة السكين، نوع السكين، كان انفجار حضاري مزق الأمة لحتى واللي بعدهم. تقول لك بصوت أعلى من كل الروايات، تقول لك هذه جبل صفين والمذبح اللي صارت، تقول لك أن القتل لم يكونوا مجهولين، كانوا قطية تتحرك داخل الأرض. لكن هذا الخبيث يرتعب دائما من الحقيقة، لأنه تهدم مسرحية الجهل المقدس اللي دائما يحاولوا يبنوها فوق دم عثمان. سبحان والله يا لخبث هذا السؤال، سؤال أنه غبي لكنه غبي. يعني كأن الأمة يومها كانت تدير مختبر جنائي، مو فتنة اللي مزقت الأمة كلها من جذورها. هذا مو هذا يعني مو من سؤال شخص يبحث عن يقين. أعتقد أنه محاولة قذرة لتحويل الكرة إلى ثغرة لغوية يهرب منها المجرمين. يريد أن يحول هذه كل الجريمة، بده ثغرة لغوية، بده سطر حتى يهرب فيها المجرمين من خلال هذا السطر. يا إخوان تخيلوا، يريد أن يلغي واقع كامل بورقة. هذا حمار. كيف؟ مين هذا؟ تخيلوا يا إخواني، هذا كان مسمى من محاورين أهل السنة. يا نيال الروافض فيك، ونقول إحنا شو اللي صاير معنا. يريد أن يلغي تاريخ كامل من الدماء والسيوف والدموع بنص من ورقة. يعني يريد أن يمحي الدم بالسند. تخيلوا، يريد أن يدفن الزلزال لأنه لم تصل قائمة بأسماء الحجارة التي سقطت من هذا الزلزال. تخيلوا، يريد أن يدفن الزلزال لأنه خلاص يريد قائمة بأسماء الحجارة التي سقطت من هذا الزلزال. يا أخي هذا البني آدم هذا لا يفهم. بعض الأحداث تصبح هي بنفسها دليل على الروايات، أصلا دليل أعلى من الروايات. الرواية هي بحاجة إلى الحدث. الرواية أنت يريد رواية كدليل على الحدث. لا، الحدث هو اللي أصدق من الرواية.
الفتنه اللي